نحن سنكون بالمرساة جنبا إلى جنب إلى هذا الشعب الأبي. حقيقة الاستعمار الغاشم، بان الاستعمار استعمل أولاده في الحرب، ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي بالاستعمار الآن هو فكر استعماري، لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن ليس من، نحن لسنا منهم. كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس: لو قالت لي فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها. كما قال الشيخ بوعمامة: لو سمعتم رنين الرصاص في قبري فاعلموا بأنني ما زلت في حرب مع الاستعمار الفرنسي. ولكم من هذا ولا بد علينا أن نقف رجل واحد، وأن تكون صفوفا واحدة، ونعطي درسا إن شاء الله في الانتخابات يوم 12/12 بوحدة الشعب الجزائري، بموقفه الواحد من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ومن أجل وحدة هذه الجزائر.